بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد وحول سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي ومتابعيني في الله. النهارده انا قلت اعمل معاكم مخلل مكون من فلفل حامي وفلفل رومي براد وليمون وخيار وبتنجان. هعمله وشوفوا قدام عينكم. اتمنى كل اللي يشوفوا الفيديو بتاعي يشاهدوا لحد الاخر في الله ما يسر امر عشان اقدر بكم معاكم خاطر. وبشكر متابعيني اللي تابعوني وشرفتوني والله. وديت بتنجان ابيض هنتركهم مع بعض ونحطهم على البوتاجاز، اخد لهم غلوتين 3 كده. وانا مش راح احط له يعني اللي هي الدقه بتاعته، فيه دقه جاهزه مكان جابها لي جوزي مكان مخلل الليمون، فقلت احطهم فين بدل ما لسه هعمل. الدقه بتاعته عباره عن ايه لو عايزين تعملوا وحده انتوا؟ عباره عن توم وفلفل حامي اخضر وفلفل احمر، وتوم وكمون وملح وليمون وخل عشان يبقى مقرمش. دي الدقة دي لو انتوا عاوزين تعملوها له مش زي ده، الدقة ده جاية في الليمون احنا كنا مشترينه وناكله منه، فانا مش راح اعمل دقة تاني على كده. هسقطهم فيه وهوريكم هسقطهم فيها كيف. واتمنى انكم تسمعوا الفيديو لحد الاخر، واتمنى انكم تدعوا طلاب 3 سنة ولا يبارك لكم، لاني معي بنت في 3 سنة وكده خايفة جدا ومرتبكة. يا ماما الخوف هيضيعك، وهو ربنا يقف معاه ومع كل اللي زيها ان شاء الله، ويوفق طلاب كل 3 سنة يا رب. البتنجان والله سبته في التلاجة لحد ما شكله مرض كده شوية، لان الواحد ما شايف زي ما انتوا عارفين دروس الثانوي وامتحانات الثانوي والتوتر بتاع الثانوي. وجبت ب50 جنيه فلفل، ودول جبتهم ب10 جنيه، دوكم غير دول اديتي رفيع وحراق جامد. دول الليمونات دول جبتهم برضو ب10 جنيه. مش هكتر الليمون عشان انا مش عاوز املاح كتير بصراحة، لان انتم عارفين ان انواع المخللات كلها بانواعها املاح، فانا مش عاوزة اكتر املاح. بس انا خللتهم يعني عشان يحيقوا كده معانا في الاكل. ودول الشطيات دول اللي في الشنطة الكبيرة، جبتهم انا اللهم صل على سيدنا محمد ب50 جنيه. وجبت ب50 جنيه فلفل اللي هو الحامدي، وجبت ب10 جنيه تاني اياه. والخيارات دول جبتهم ب10 جنيه. المفروض كنت جبت ب30 جنيه خيار، بس انا عارفة ان عيالي مش هيخلوا، فقلت اجيب دول والمعدلها ربنا بقى بنجيبه تاني. الليمون هو حاطينه على البوتاجاز بياخد له غلوة، والفل والبتنجان برضو معذرة لازم ياخد له غلوة كده. وبعد كده بعد ما يعمل هنشرحه مع بعض. وهنا هلبس القلافز انا عشان اشتغل، عشان يدي ما تبقاش مولعة عليه حراقة، يعني الفلفل دي حراق ولازم اغسله غسلة زينة كده. وديت لهم 3 فمام. والخيار برضو لازم نغسله كويس كده، عشان الخيار زي ما انتوا عارفين ما يبقى كله طين من الارض، وتغسل الحاجة بخل. فما عليهش لقطة انهم يحط الخل ما بانتش، فانتوا لازم تغسلوا حاجة تغسلوها كويس وتغسلوها بخل. وهناك انا راح اكب المية بتاعتهم عشان اديلهم فم تاني. وهناك اديت لهم الفم التاني دي. شايفين ما شاء الله المية بتاعتهم لازم نخلوها فل شمعة منورة كده. وهنشتغلوا مع بعض يعني. ادي لك كبينا الفم التاني، هنحط الفم التالت بس مش هنكبه، هنخلوه على قدات ليه، عشان لو كان في ورقة فلفل ورقة حاجة تبقى قاعدة نسقط يدنا فيه. وهنا انا هوريكم كيف راح اعمله. القرن الفلفل الكبير راح احطه على حتتين، والزرة دي راح اقطعها برضو، ولازم تشرط شرطة طويلة. شايفين انا موريها لكم ازاي. عشان اللي يشرب من الدقة دي بتاعتي. انا بعد ما حطيتهم في البرطمان حطيتهم في الجرجر، لان كانت الكمية كبيرة والبرطمان مش هيقضي، فحطيتهم في جرجر اللي هو بتاع مخلل الليمون. والدقة دي اصلا بتاعت ليمون، يعني اللي هو الليمون بالدقة. فقلت مش لازم انا اعمل تاني ولا توم ولا حاجة، زين على قديت.
واديني بقطعهم قدامكم. والزرة لما نلقوها كبيرة كده برضو نحشوها. ودي فلفل من الغليظ، عشان جوزي مش ما يحب الرفيع الحراق دي، فقلت عشان لو نفسه هفت ياخد له واحد معانا ياخد. وهنيت بوريكم من التشريحة كانت ازاي. بعد ما انا قطعتهم وحطيتهم في برطمان المخلل، حشتهم حطيتهم فيها في جرجر اللي فيه دق، وهوريكم كل حاجة بعد كده. الخيار بيضيب حلا، طبعا مش لازم اغليه ولا حاجة عشان الخيار مش ما ياخد وقت. الخيار ممكن لو حطيتوله شوية مية فايري وخلتيه فيها ربع ساعة ولا 3 ساعات تلقيه ضاع. بألف هنا وشوف علينا وعليكم. وانتوا لو عاوزين مخلل تحملوا له دقي، ولو عاوزين اقولها لكم في الفيديو هقولها لكم دلوقتي. وبعد كده لو عوزتوا حاجه بطلبوها مني في الكومنتات. اللي انا مرضتش اكب الفم عشان ورقه الشجر دي اللي قاعده في صباعي، لما نحب نحشوها ننزلوها في الميه تحت. الدقة عبارة عن ايه بتاعته؟ عن توم مهروس، وفلفل حامي، وفلفل الوان اخضر، وفلفل احمر بتاع هريسي او رومي، مش هتفرق. وزي ما قلت لكم وكمون وملح وخل عشان يبقى مقرمش. يبقى الدقية توم، فلفل اخضر حامي، فلفل احمر او بتاع حريص او عادة، هنا بوريكم تقطيع الخيار، وخل، اللهم صل على سيدنا محمد، وملح. هذا البتنجان لو عوزتوا تعملوا له الدقة بتاعته. معلهاش الدبت الصغيرة ده اللي بانت. وهنيت الليمون بعد ما خليته خد له غلوتين. برضك الليمون ماليش فيه كتر قوي، مع اني زمان كنت احبه، كنت احشي لي ليمونتين في اللقمة. فدلوقتي مش هم اقدر، اكلت نص يا ما اكلتهوش. بس انا جبتهم والله دول، قلت عشان العيال بربية تبقى نفسهم فيه ولا حاجة فما يقولوش يعني. كنت عاوزة احط معاهم جزر بس قلت مش لازم، وزانين على كده. يبقى المخلل دي اللي انا عاملاه عبارة عن ايه؟ عن فلفل حامي، وفلفل من الرومي البراد، وخيار، وليمون، وبتنجان ابيض. بألف هنا وشفا يا رب علينا وعليكم، وان شاء الله تجربوه وتبقى زي العسل. ولو عايزين الدقة بتاعته بقولوا له انا اقولها لكم في التعليقات. وهناك البتنجان لازم تشركيه كده عشان يشرب من الدقة اللي هي في الجرجر. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. انا هناتي البتنجان ما خلطوش، خد له غلوتين 3 بس زانين، بداية طابت على الاخر. فعشان هيقعد لي يعني اسبوع في الجرجر فهتلقيه ضاع. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. وبعد ما يستوي ان شاء الله ويطيب كل حاجة هتشوفوا انتوا في الفيديوهات، لما اعمل فيديو هطلع مني واوريه لكم. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ونور رضاكم. وما تنسوش لو وصلتوا معي لحد هنا تشتركوا في القناة فضلا وليس امر، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. اثنين شايفين الدقة ما شاء الله، مش محتاجة انا والله ان اعمل له دقة، ملينا مرضتش اعمل دقة. بس انتوا لو عاوزين الدقة بتاعت المخلل قولوا له انا اكتبها لكم في التعليق. ولو وصلتوا كده لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امر، وتحطوا اللايك. واتمنى ان اكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. وهناتي بعد انا ما حطيت البتنجانات هترك عليهم الخيار، وهفضي البرطمان اللي حطيته ده قدامكم، هفضيه هنا واقلبه معاكم. شايفين لازم اقلبه زي كده عشان كله ياخد من طعم بعضه. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. وما شاء الله اللون بتاعهم وحده ولسه مطابه بيتكلم عن نفسه. ولو وصلتوا معي لحد هنا اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، دوسوا لايك، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.